ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده فيديو جديد ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. قبل بس ما نبدا في الفيديو يلا نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هننزل اخيرا اخيرا. بس طبعا قبل ما انزل لازم اعمل الاكل، يعني انتوا عارفين. فان شاء الله نعمل مع بعض الغدا وبسرعه ننزل نروح مول الماظة. وكمان عايزه اروح كارفور، بصراحه في حاجات مهمه جدا عايزه اشتريها. حاجات يعني من المنظفات وداوني وحاجات كده عايزاها، لان انا ما بلاقيهاش في كل حته بصراحه هنا. فان شاء الله هنروح كارفور كده. وكمان انا وحشني كارفور، انا بحب كارفور جدا جدا جدا. وكمان هقول لكم الاسعار غاليه ولا لا. بصوا هتصدموا معايا. المهم ان انا اول حاجه عملت كده مج النسكافيه الاول يا جماعه كده في بدايه اليوم، عشان وده برضو كنت جايباه من كارفور. بصراحه يعني بحب قوي النسكافيه اللي هو الجولد ده. بس المهم ايه، هشرب كده نسكافيه، وعملت كده حطيت جنبه كده شوكولاتايه برضو كنت جايبها من كارفور. بصوا يا لهوي، البسكوته دي حوار حوار. المهم دخلت بقى عشان اعمل الغدا، وبعد كده نبتدي ننزل. بص انا كترت في الاكل يعني، عشان مش كل شويه بقى اعمل اكل، قلت يقعد على يومين. عشان انا بجد تعبت من كتر ما انا كل شويه اعمل اكل وكده يعني. وكمان احتمال حماتي تجيلي بالليل، فيبقى فيه برضو ايه اكل تاكل معانا يعني. ممكن حماتي وحماية، فقلت ازود بقى في الفراخ. وعملت كمان كيلو ملوخية. وعملت رز كتير عشان برضو لو جم يبقى انا ايه عامله اكل ومظبطه الدنيا، يعني ميبقاش ايه. حتى لو انت يعني شاكه ان في حد ممكن يجيلك، حاول ان انت ايه تكتري في الاكل يعني. بس المهم غسلت الفراخ كويس جدا، وبعد كده حطيت حطيت بقى بصل، وحطيت طماطم وورق لورا، وحطيت كمان مكعب ماجي. وحطيت ملح وفلفل اسود، بس كده. وهبتدي بقى اسيب الشوربه تعيش كده مع نفسها عبال ايه ما اعمل الملوخيه. الملوخية انا جبتها وخرطتها، ما بتاخدش معايا وقت. و اسمه ايه يا ربي، حطيت كده بقى سمنة، وهبتدي اشوح بقى توم كتير لان انا جايبة كيلو. بصوا يا جماعة الملوخية نازلة تحفة 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 بجد يعني. يمكن اكتر حاجة عدلة في الصيف، احلى حاجة عدلة بجد في الصيف هي الملوخية. غير كده مفيش صراحة يعني. بس المهم البحر والملوخية. بس مش حاجة تانية. المهم بقى شوحت كده التوم كويس جدا، بعد كده هبتدي انزل بالكزبره الناشفه. بس بعد ما اشوح كده التوم، وهبتدي اعمل بقى ايه، احط عليها الشوربه بتاعت الفراخ بعد ما تغلي. وبس تكتر كده توم عشان تبقى حلوه يعني. بصوا حطيت كمان شويه سمنه كده، حسيت السمنه قليله. طبعا مستعمله الحلل بقى الكبيره دي، عشان يعني هعمل كميه ملوخيه كبيره يعني مش قليله. بس المهم حتى الحله بتاعت الفراخ اللي هي بسلق فيها دي اكبر حله عندي في الحلل اللي هي الاستانلس. بس بقى المهم هبتدي اشوح كده الكزبره طبعا يعني. الملوخيه في الحلل الالمونيا ما اقولكوش، هي والمحشي. بجد الحلل الالمونيا بتاعت زمان دي، الحله دي واخداها من ماما يعني. بتبقى طعمها حلو قوي في المحشي بالذات، والملوخيه ما تفهموش ايه السر. والخلطه بتاعت المحشي كمان بتبقى حلوه قوي فيها. بس نزلنا بالشوربة بتاعت الفراخ بقى على الكزبرة الناشفة والثوم. وبعد كده هبتدي انزل بقى بالملوخية بتاعتي، واقلبها كده بقى كويس. يا خرابي والله يا جماعة، بدون مبالغة الملوخية كانت وهمية وهمية. يعني انا حماتي كلتها وحماية قالوا لي بجد طعمها يعني، انت الملوخية بتاعتك مختلفة. بصوا بقى مع انها يعني خبرة في الملوخية يعني، لا شكرت في الملوخية بتاعتي بصراحة جدا. والرز بتاعي اللي انا بعمله بالشوربة بتاعت الفراخ ليه طعم يا جماعة خطير خطير يعني. المهم هبتدي بقى كده اقلب. المهم ان انا اهل جوزي اصلا كلهم بيحبوا الاكل بتاعي، يعني حتى اخوات جوزي وكده بيطلبوا مني، يعني بيعشقوا المكرونه بالبشاميل. يوم لما اكون عامله معاهم واجب اعمل لهم مكرونه بشاميل، بيحبوا المكرونه بشاميل جدا جدا. بس المهم بقى ايه، هبتدي كده اخلص بقى الاكل بسرعه عشان ابتدي انزل. خلاص بقى عملت الفراخ اهو حمرتها. على فكره في ناس كتير قوي قالوا لي الطاسه والصينيه اللي بتاعت النيو فلام ما تقليش فيها، وغلط القلي فيها. غلط القلي فيها ايه يا جماعه؟ دي مطلعه الحاجه تحفه والله. انا قاليه فيها الفراخ بجد خطيره يعني، انا هبقى قلي فيها على طول. لا حلوه جدا، وبصراحه ما فيهاش اي حاجه يعني. ايه المشكله ان انت تقلي فيها يعني؟ المهم ان انت ما تعليش قوي النار يعني عليها وخلاص.
بس كده الاكل خلاص خلص، وريتكم كده شكله. طبعا انا مش هاكل عشان انا واياد ممكن ناكل ايه بره. بس كنا هنا بقى لبسنا ونزلنا. انا اليوم اللي انا بكون نازله فيه ما بحبش اكل، بقول اقضيها بره اي حاجه، ان شاء الله عصير كده، المهم ان انا ايه انطلق انزل. بس بقى نزلنا بقى، وكان الجو بصراحة هو شمس وكده بس حلو، يعني حلو في النزول بصراحة. انا بعشق الشارع اساسا والخروج والفسح والتنطيط، ما بحبش القعدة في البيت. يمكن اللي ربطني في البيت والكلام ده هو العيال بصراحة. غير كده انا عمري ما كنت احب اقعد قعدة البيت دي ابدا ابدا. كنت على طول اقول لصاحبتي يعني كل يوم اتصل بيها الصبح، يلا هننزل نروح فين، نروح مول ولا هناكل فين ولا والله كل يوم. وانا في بيت ماما كده قبل ما اتجوز كنت كل يوم خروج وفسح، وبص ما كنتش بقعد في البيت. كان يعني كل قرايبنا كان يجوا، طبعا شيماء مش موجودة يعني اساسي، انا كنت اساسا بره البيت على طول. كان بابا وماما كانوا بيتخانقوا معايا عشان ارجع البيت او اقعد في البيت. حتى ايام المذاكره والامتحانات وكده كنت اقول لهم ايه، كان احنا عندنا في بيت ماما ما عندهمش تكييف، كنت اقول لهم ايه، بصوا انا رايحه بيت صاحبتي عشان عندها تكييف، اقعد اذاكر معاها في التكييف، انا حرانه، انا مش قادره، مش طايقه الحر عندكم. اي حاجه المهم انزل من البيت وخلاص. بس بصراحه كنت ببصوا يعني عاشقه لاصحابي وللنزول والفسح. فبالنسبة لي اللي انا فيه دلوقتي ده حاجة غريبة عني اصلا، مش انا خالص يعني قعدة البيت وان انا بقى اقعد واطبخ وانضف واعمل واقعد مع العيال يعني تحس ان هو شخصيتنا بجد اختلفت خالص يعني. كنا خلاص وصلنا على المول يعني. وبعد كده هبتدي بقى اخش بقى كده، طبعا هقابل واحده صاحبتي يعني ونقضي اليوم مع بعض. واياد عايز يروح الملاهي اللي هناك دي بتاعه الالعاب، مدينه الالعاب اللي جوه دي. طبعا يعني مش عارفه اسمها ماجيك حاجه ولا ايه، مش فاكره اسمها والله. المهم ان هي غليت جدا برضو، يعني الكارت بتشتريه تقريبا ب20 جنيه، هو كده كده الكارت معايا. بتشحنيه بقى، انا فاكره ان انا كنت بشحنه عادي باي مبلغ يعني، ما مش لازم رقم معين، لا مكتوب ان انت اقل حاجه تشحنيه بيها 180 جنيه ولا 185 جنيه. بس طب يعني افترضي مثلا ان احنا عايزين نلعب لعبتين بس، يعني ليه اشحن بقى الكارت كده؟ فبقى يعتمد بقى ان انت كل مره لما تروحي تلعبي تقومي بقى ايه لعبه بالكارت، يعني لو هو مش يوم وخلاص، فاهمين؟ وانا كده كده اصلا باجي كل فتره يعني، مش باجي على طول المول يعني. فان شاء الله ابقى اجي على طول كده وابتدي ايه العبه بالكارت ده على طول يعني. بس المهم قعدنا بقى نتمشى، لقينا بقى شنط المدارس عجبتني قوي بصراحه. بصوا الشنط بتاعت الشخصيات اللي هي بتيجي في MBC، فاياد اصلا بيحب الكرتون ده جدا، مش عارفه اسمه بليز ولا اسمه ايه، مش فاكره والله اسمه ايه، هو قال لي بس انا مش فاكره. المهم اتفرجنا رايدر تقريبا ولا لايدر حاجه، المهم حاجه غريبه كده، معرفش بيحفظ اساميهم ازاي اساسا. بس بقى وده الاوتفيت بتاعي يا جماعه. بتفرج قوي على الفيديوهات تقول لك ايه الاوت فيت بتاعي يا شيخه تنيلي، ما تقولي لبسي، ما تقولي لبسي، لا لازم الاوت فيت، لازم يعرفونا ان هم يعني بيرفكت في الانجليش، وهم يعني نيله سودا والله العظيم. بس بقى وكل ما افتح التيك توك الاقي ام خالد، حبايب قلب ام خالد، تعالى اوريكم الاوت فيت بتاعي يا ستي، يا ام خالد تعبتينا اقسم بالله. والله كرهوني في الاوت فيت ده، كرهوني فيه. بس المهم بقى ايه، هبتدي ادخل بقى كده الملاهي بقى، بص بقى المنظر، حاجات روعة بصراحة، اللعب حلوة قوي 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 قوي، ونضيفة ويعني وزحمة يعني، جمهورية مصر العربية كلها تقريبا جوه في الملاهي. المهم بقى ان مش اللي بيلعب صغيرين، ده هو كل اللي بيلعب كبار اصلا، يعني انا مش شفتش حد صغير تقريبا غير اياد يعني. كله كل اللي بيلعبوا كبار في السن، بيلعبوا عادي وجايبين صحابهم وبيلعبوا قشطة، يعني الدنيا حلوه. بس بقى المهم بقى اوريكم كده بصوا الكل اللي بيلعبوا كبار، بصوا شايفين؟ وكان في اصلا لعبه هنا كنت بلعبها، اصلا كنت مصورها لكم برضه قبل كده، اللي هي بتطلع وتنزل دي يا خرابي. واللعبه برضه بتاعت العربيات دي حلوه قوي، انا بحب العبها. قلت كده اخد لكم جوله في المكان. لو انتي ما حطيتيش لايك لحد هنا بعد اذنك من فضلك يا محترمه يا جميله يا عسوله، حطي اللايك ويلا نكمل الفيديو عشان ان شاء الله الفيديو هيعجبك. بس بقى المهم لعبته كده شويه، وبعد كده بصراحه
كنا هنموت من الجوع، كنت خلاص بقى. بصوا بقى انا اساسا ضرسي تعبني وانا قلت لكم يعني، فماشيه على مضاد حيوي. مبهدلني يا جماعه والله العظيم مبهدلني. انا طول الطريق عارفه مهبطه وحاسه ان انا هقع من طولي. وكمان انا باخده على شاي بلبن، بسكوتايه، وده غلط، لازم اخده على اكل يعني. وان شاء الله انا مش هاخده ابدا تاني غير وانا واكله، بس غير كده مش هاخده. فكنت بقى ايه، كنت عايزه اكل بصراحه جدا. فقلت لاياد، قلت اساله: هي حبيبي يا اياد هتاكل ايه؟ قال لي انا عايز اكل بيتزا يا ماما. قلت له طب خلاص ناكل بيتزا. بس فهناكل بيتزا ان شاء الله. وبعد ما طلبنا البيتزا وقعدنا مستنيين تقريبا نص ساعة عشان تتعمل يعني. الراجل جابها لنا فيها حاجة غلط يعني، مش عارفة بصراحة. استنينا تاني ربع ساعة يعني. هو عارفين الأكل بره ده عقاب يعني، بنعاقب نفسنا. والله بنعاقب نفسنا عشان ناكل. بس بقى المهم بقى ايه، قعدت كده لعبته كام لعبة كده وبعد كده طلعنا عشان نلحق ننزل بقى كارفور كمان. واجيب الحاجه اللي انا عايزاها. انا مش هجيب حاجات كتير طبعا بالنسبه للاسعار اللي انتوا شايفينها دلوقتي. فانا اصلا يعتبر ما جبتش حاجات كتير ودفعت كتير، فانا مش عارفه. مش عارفه في ايه الصراحه يعني. الواحد ينزل بكام؟ 10,000 جنيه كل يوم؟ ولا ينزل بكام؟ قولولي. بس بقى المهم كده اتمشيت بصراحه، كنت مبسوطه. اي نزول بره البيت حلو بجد يعني. بس اياد بقى طبعا كان مبسوط قوي 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 باللعب هو اصلا مدمن دركسيون وعربيات دي ادمانه يعني. وتعالوا شوفوا هيحصل ايه فيا في كارفور، والله العظيم يا جماعة. انا يعني انا مش مصدقه اللي حصل اصلا. هحكي لكم دلوقتي وانتوا ايه، واحنا بنلف كده في كارفور. بس بقى لعبنا كده وخلصنا. وطبعا اللعبة دي نايلة اعجاب ناس كتير قوي يعني. طلبنا بقى البيتزا، طبعا طلبنا من بابا جونز. طلبت نصها اللي هي بالبرجر دي، سموكي برجر دي. والنص التاني جبته المفروض ان هي تشيكن رانش. هي اصلا بابا جونز مشهورة بالتشيكن رانش. فلقيته حاطط لي باربيكيو كده، صوص باربيكيو، تشيكن باربيكيو. قلت له انا ما طلبتش باربيكيو اصلا. فاستغربت بصراحة يعني. المهم بدلها لي يعني. وجبتها الاطراف جبنة، لان لما الاطراف ما بتبقاش محشية بتبقى عاملة زي عيش الفينو كده بالظبط. وانا بصراحة ما بحبهاش كده، بحبها محشية جبنة. انا بقى بالنسبة لي ازود مثلا فلوس واجيبها محشية جبنة احلى ما اكلها عيش كده فاضي يعني. بس بصراحة البيتزا كانت تحفة وكانت سخنة جدا جدا جدا. وكلنا واتبسطنا والدنيا تمام. دخلنا بقى السوبر ماركت اول حاجة كده طبعا. شفت الدانيت، طبعا ولادي بيموتوا في الدانيت ده. فجبته لهم، كان عرض كده 7 تقريبا ومعاهم واحدة هدية. جبته. وكان بابا طالب مني اجيب له، كان عايز بانيه يعني. فجبت له. وطبعا اسعار الفراخ هناك غالية جدا هي واللحمة. فما تشتروش يعني فراخ ولحمة من عند كارفور. بس جبت كمان لبن لتميم، جبت له لمار. جبت علبتين، كانت العلبة تقريبا عاملة 34 جنيه. والعصاير حلوة، اسعارها حلوة يعني. هي واللبن عادي. لكن في حاجات بصراحة عنده سعرها عالي قوي يعني. هو سعره حسيته بقى اغلى من بره، هي بس لو في حاجة معمول عليها عرض بتبقى ارخص. فالمهم اتمشينا كده بقى شوية، طبعا اتصدمنا بالاسعار يعني. دلوقتي يا جماعة، زمان كنا نمشي نلاقي العربيات بقى مليانة حاجات. دلوقتي مفيش الكلام ده. المهم زبدة الفول السوداني والنوتيلا في حتة تانية غالية جدا. برطمان النوتيلا ده اقسم بالله كنت بجيبه ب45 جنيه. انا فاكرة بالعيش كان ب60 جنيه. دلوقتي البرطمان لوحده ب120 جنيه ولا 115 حاجة كده يعني. فالحمد لله مش لازم ناكل نوتيلا يعني. جبت كده كام كيس نسكافيه. جبت اللي هو الجولد ده. جبت منه 2 كابتشينو، وجبت واحد بالكراميل وواحد مش عارفه بايه تاني. المهم النسكافيه لازم لما اعدي عليه لازم اجيب منه يعني. والجولد تحت الاسود ده حلو قوي برضو. هو اللي فوق حلو ايه. بس معلش يا جماعه على السويت، لان تميم مش عارفه بقى يصوت جامد قوي. وهو واخدها لعبه بقى، السويت ده واخدها هو لعبه بقى. فكل شويه يصوت. مش عارفه ايه يعني ايه اللعبه في كده، ونفسي ابطله السويت ده بس مش عارفه ازاي. لو حد يعرف ازاي بجد يبطل حوار السويت ده يقول لي يعني. طبعا النسكافيه الجولد ده بقى غالي جدا، مش عارفه ايه يا جماعه والله العظيم. واحد يشتري ايه يعني.
نشتري اكياس اللي هو الظروفه بتاعت النسكافيه دي، ولا يعني مش عارف. المهم الحمد لله. انا اسفه يا جماعه والله، برضو بيصوت، مفيش امل مفيش امل. بس بقى المهم كده جبت بقى ايه جبت قهوه بن يعني. جبت فاتح اللي هو المحوج ده، حلو قوي بحبه، بتاع ابو عوف. انا ما جبتش انا اصلا ما بشربش قهوه كتير، فجبت بس ايه كيس صغير يعني، بس ملالي ملا العلبة بتاعت البن يعني، كنت فاكراها يبقى قليل، لقيته ملاها بصراحة. الشوكولاتة دي بقى يا لهوي، بريك دي حوار. اول ما تشوفوها تجيبوها على طول يعني، بجد تحفة. عارفين البسكوتة بتاعت الوكر بتاعت زمان اللي هي الصغيرة دي؟ طبعا غليت قوي دلوقتي. فدي جامدة جدا ونفس الطعم يعتبر، هم حاطينهم تحت بعض شايفين. جبت علبة منها ب130. وجبت جبت طبعا لازم كوكيز العبد ده، انتوا عارفين انا بحبه. جبت برضو واحد. وهبتدي كده اشوف برضو كيكات كده للتميم، بيحب الكيكات اللي هي الصغيرة اللي هي الكب كيك والحاجات دي. جبت له تميم. عارفين اللي هو ايه؟ عايز اعمل اي دوشه وخلاص، عايز اعمل اي صوت عالي وخلاص، اي حاجه امسكها اطلع منها صوت وخلاص. معرفش ده ايه فيه ايه، انا مش عارفه بصراحه. المهم الحمد لله، المهم اتمشيت كده برضو. وجبت له الكب كيك دي، وجبت له الكيكه اللي هي الفان داي دي، حلوه برضو قوي بيحبها. جبت له منها كام واحده كده. وجبت له من الكب كيك دي برضو طعمها تحفه. ورحت بقى على الشاور، كنت محتاجة شاور اللي هو ده، اللي هو اسمه مود ده، تحفة حوار. جبته قبل كده، جبت منه اللون البينك، عجبني قوي، قلت اغير، جبت منه اللون اللبني. كمان جبت اللي هو الدوني ده عشان عايزه اغسل البطاطين بتاعتي. الدوني يا جماعه غالي برضو قوي. انا اخر مره كنت جايباه يعني ما كانش كده خالص يعني. دلوقتي الدوني الحجم ده ب120، والحجم الكبير ب181. الحمد لله. جبت طبعا الحجم ابو 119 ده ولا 120. جبت ايه تاني؟ جبت كمان كنت هجيب جنرال، بس جبت ده كولوريكس اللي هو ده اللي هو لونه موف ده، حلو قوي اللي باللافندر. لا حلو قوي قوي يعني، هداوم عليه فترة يعني. عجبني جدا، بيعقم الارض لان انا تميم على طول قاعد على الارض يعني. فقلت اجيبه عشان الحمام ولما امسح وكده تبقى الدنيا على طول متعقمة. بس وعايزه اجيب كمان الغيار بتاع جليد. رحت يا جماعه اشوف كل الروائح بتاعت جليد وحشه جدا، معرفش فيه ايه بصراحه يعني. لقيت بقى اللي هو فريدة بقى منزل غيارات للجهاز، يا لهوي يا جماعه. جبت ريحه مش ممكن، هو ده فريدة، جبته بالايس كريم توت. ايس كريم توت يا لهوي، جبار تحفه جدا. وركب الحمد لله على الجهاز بتاع جليد عادي جدا يعني. فان شاء الله هداوم بقى على يعني على طول. فريدة ده هجيبه، مش هجيب جليد ده تاني. في بيجامات نازله ب99، بس للاسف شورت، انا محبش الشورتات خالص. الهوت شورت دي. وكنت عايزه طاسه للتحمير، لان بتاعتي اتهلكت بصراحه خالص، هرميها. فجبت دي، لقيتها ب200 وحاجه. جبتها. معرفش صراحه نوعها ايه، بس هي شفتها عجبتني يعني، قلت ابقى احمر فيها الاكل يعني. بس جبت كمان لانش بوكس لإياد. كان بحاجة و30. وجبت له منه اللون الموف. بصوا اهو، جبتهوله اوريهولكوا. وجبت طقم الكوبايات ده، نفس الكوبايات بتاعت اللي بنكسبها في كوبايه النسكافيه دي، عارفينها. جبت طقم على بعضه كله ب55، لقيت سعره حلو فجبته، لان انا الكوبايات عندي اغلبها اتكسرت يعني. ونزلوا بقى الشنط المدارس والكشاكيل، والشنط المدارس نازله غاليه قوي. الشنط نازله بحوالي 600 جنيه و700 جنيه وحاجات كده غريبه. المهم بقى حصل لي ايه بقى؟ اياد نقى عربيه، فبقول للراجل دي بكام؟ قال لي ب120. تمام. قلت له تمام. المهم رحت على الكاشير، فلقيته قال لي مبلغ كبير يعني، قال لي مش عارفه جاي 1900 جنيه. وانا يعتبر مش جايبه حاجه ب1900 يعني، هو في ايه بالظبط؟ فالمهم راجعت البون، ودي اهم حاجه يا جماعه لما تروحوا كارفور، راجعوا البون كويس جدا. لان للاسف بيضربوا حاجات الدبل. وكمان في حاجات بتتحط طبعا انت بتبقي شايفه سعرها جوه حاجه، وفي الحقيقه السعر بحاجه تانية خالص. لقيت العربيه ام 120 اللي هو قال لي عليها، لقيتها على الكاشير ب600 جنيه. اقسم بالله العربيه اللي هي قد كف ايدي، يمكن اصغر من كف ايدي كمان.
600 جنيه. متخيلين المبلغ؟ لو انا كنت شفت بقى ولا اي حاجه وخدت بعضي ومشيت هوب هلبس فيها. 600 جنيه عربيه، مش عربيه كبيره بالريموت مثلا او عربيه، وبرده حتى لو بالريموت مش 600 جنيه يعني، عربيه صغيره جدا قد اصغر من كف ايدي ب 600 جنيه. رحت رجعتها طبعا، رحت على طول فورا اول ما شفت الرقم ده رحت رجعتها بصراحه. ودي الحاجات اللي انا اشتريتها برضو، لما روحت كده وريتها لكم، عشان طبعا في الهايبر ما كنتش عارفه اصور قوي. وراجعوا بس اهم حاجه لما تكونوا هناك على البون، اهم حاجه تراجعي على البون، وتراجعي على حاجتك اللي انت جايباها بالاسعار، وتشوفي الدنيا تمام والاسعار تمام خلاص. لكن لو في اي حاجه غلط لازم تراجعي، لان انا قبل كده برضو جبت باسكت وحاجات لقيته ضارب لي الحاجه كل حاجه في 2 بالغلط بقى. ضارب الحاجه بالسكانر، ضارب مثلا الباسكت 2. الباسكت تقريبا كان ب40 جنيه، حاسبني عليه مرتين. مش عارفه ايه ب50 جنيه، حاسبني عليه مرتين. وطبعا انتي مش مركزه بقى. فيا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم متنسوش اللايك والشير، واستنوني في فيديو جديد. ويلا باي باي. بعمل سباق النهارده.